معانا دلوقتي كابتن نادر شوقي. مساء الخير، اهلا بيك معانا على جول اف ام. مساء النور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. عامل ايه الشتاء تمام. والجو؟ احنا جوه الاستوديو، الدنيا برد بره ولا ايه لا، الاخبار؟ الدنيا بارده، الدنيا بارده. وحتى الاحداث برضو كمان مش ساخنه، الاحداث كمان هاديه جدا يعني. لا بالظبط كده. ايه حكايه الشكوى دي يا استاذ نادر؟ هل فعلا اتقدم بشكوى رسميه عمرو زكي؟ من النهارده الساعه 4 بعد الظهر وديت الشكوى بتاعت عمرو زكي لاتحاد الكوره النهارده. حضرتك وديتها بنفسك يعني؟ وديتها بنفسي. ايه فحوى الشكوى، او يعني ملخص الشكوى بالتحديد؟ لانه اكيد انت طبعا كراجل، اولا انا يعني احس انك انت راجل كمان علاقات عامه بالدرجه الاولى. كنت حريص مع عمرو انه ما يبانش انها تبقى حاده، عشان انت عارف طبعا الحاله اللي هندخل فيها، وعمرو زكي ونادي الزمالك الجو هيبقى عارف تبعات الحدث يعني. لا، هو تبعات الحدث دي ما هو طول ما الناس يعني برضه انا خلي بالك حضرتك، لما انا اتدخل او عمرو يقول لي انا خلاص تعبت، معناها ان في مشكله ومشكله كبيره، ومشكله بقى لها تقريبا سنه وشويه. فاحنا بنتكلم في واحد ما خدش فلوسه السنه اللي فاتت، الوحيد اللي ما خدش فلوسه. انا بديك بايجاز شديد جدا ان هو ما خدش فلوسه السنه اللي فاتت عشان يعني كان في شك ان عمرو عنده اصابه مزمنه. ادى الناس كلها فلوسها ما عدا عمرو. ودي كانت حاجه برضو حاجه يعني انا بالنسبه لي مش مفهومه قوي. ما خدش مقدم عقده السنه دي، ما تسواش بالناس كلها. وحتى علاجه بتاع السنه اللي فاتت عمرو هو اللي انفقه من جيبه الخاص يعني، وانا اللي واخد المواعيد بتاعت الدكتور، وانا اللي يعني فاهم يعني. ما كانش نادي الزمالك بيتدخل في اي حاجه ليها دعوه بعلاج عمرو زكي. حتى هذه اللحظه ما خدش فلوسه بتاعت العلاج، بالرغم ان هم جابوا لعيبه جديده، وبالرغم ان رزاق كان ماشي من اسبوعين ثلاثه وادوا له فلوسه. فانا شايف ان فيها برضو حته الارقام كبيره. ما هو كل ما الوقت بيعدي ما الارقام بتكبر. يعني ما هو طبيعي ما يكون النهارده انت عندك عليك فلوس على السنه اللي فاتت، لو كنت دفعتها ما كانش الرقم بقى كبير. طب هل استنفذ كل الاغراض في الكلام مع النادي نفسه؟ لا، ما بص انت حضرتك اكنك بالعكس. هو انا ليه النهارده وديت الشكوى الساعه 4 بعد الظهر، ما اداش الصبح وما اداش امبارح زي ما انا قلت يعني. هو انا جايب بعت لهم جواب من يوم 3/11، النهارده بنتكلم في يوم 15 بتاعي. طب البعض ممكن يقول بكره في جلسه مجلس اداره، يعني ليه؟ يعني ده ممكن اللي هو زي ما بيقولوا كده في العاميه، يقول لك يعني ايه، الناس ممكن تركب الراجل الغلط، يقول لك يعني طب هو ما استناش، ده احنا بكره ده كان في مجلس الاداره ده. شوف لو صبر القاتل على المقتول كان اتقتل لوحده. صبر امتى؟ صبر لما كان مصاب ومحدش بيسال فيه، ولا صبر لما عالج نفسه بنفسه، ولا صبر لما الناس كلها اخذت فلوسها واولاد الصغيرين اخذوا فلوسهم؟ تدخل مني لو سالتك ليه التوقيت ده بالتحديد يعني؟ اذا كنتم مستنيين من كتير، ليه التوقيت ده بالتحديد؟ التوقيت ده بالتحديد لان واحد ان مش شايف اي بروجرس او ما فيش اي تقدم في المفاوضات مع نادي الزمالك بخصوص عمرو. اثنين، طبعا عمرو ماشي كويس، ده سبب ادعى ان احنا نتكلم دلوقتي. ثلاثه، احنا داخلين على فتره انتقالات في يناير، فده احسن وقت الواحد يبتدي يشتغل فيه. يعني ده الملخص المفيد لكل حاجه، انا بكلمك بصراحه جدا. فالنهارده انت قلت لي ليه ما قدمتش الشكوى في شهر 6 مثلا، اللي احنا خدنا وعود ان في شهر 6 هياخد فلوسه. الوحيد اللي ما خدش فلوسه، الوحيد اللي خضع اللي خدش. طب هل عمرو جاهز للحمله الاعلاميه اللي هتتم في القنوات؟ وخاصه النهارده بنعمل حمله على عمرو. لا، احنا نعمل، لو عايز تعمل حمله تعمل حمله على الناس اللي لا انا مش بتكلم، لا انا لا هعمل حمله كده ولا كده، احنا مش متخصصين حملات يعني لصالح حد. لكن انا اقصد اقول لك انه طبيعي جدا، انت عارف انه هيحصل نوع من انواع يعني اللي هي فكره بقى ايه، والنادي وكذا وبتاع. وليه مش طبيعي ان الناس تبقى قد مسؤوليه ويكون في تفاهم وعدم تجاهل ومساواه ما بين اللعيبه؟ اشمعنى دي؟ عندي مجموعه من الاسئله ليك على جايه لنا دلوقتي على الفيسبوك وعلى على الشات هنطرحها، لكن خليني اسالك استاذ نادر، يعني الشكوى باختصار بتحدد الرقم المستحق لعمرو زكي. 1,970 بالظبط. ده اجمالي القيمه 1,900. اجمالي. وهل في مبالغ متاخره معلوماتك العامه حتى لبعض اللاعبين في النادي قريبه من كده؟ لا، المتاخر للناس كلها المقدم بتاع شهر 1/8. ايه اخر حاجه اتقالت لعمرو زكي او ليك من نادي الزمالك بخصوص هذا الموضوع؟ اللي اتقال له ان انت هتاخد 25% زي بقيه اللعيبه اللي هي المفروض ليها مستحقات في شهر 1/8 اللي هي متاخره. وده ما تنفذش؟ لا، ما تنفذش. وده اتقال له من مده كبيره؟ لا، اتقال له من 5 6 ايام مثلا. من 5 6 ايام اتقال له انك انت هتاخد بعض حاجات وما تنفذش؟ بالظبط. ولا اتوعد بشهر 1 زي ما بتقول؟ لا، شهر 1 ده شهر انتقالات. شهر 1 ده بص هقول لحضرتك حاجه. عمرو زكي عنده 28 سنه، كويس.
وعمرو زكي انا حضرت معاه اللي ما حدش شافه قوي في اول السنه، اللي هو التجاهل وعايزين نبيع عمرو. حضرتك ما حدش عارف القصه دي خالص، وان عمرو ما كانش مهم خالص بالنسبه لنادي الزمالك لغايه ما عملوا كشف طبي عليه 48 ساعه، كشف كلي. هو الوحيد اللي في اللعيبه راح عمل كشف كلي، وده حق النادي على فكره، انا ما بقولش ده مش حقه. فالنهارده ما هو طلع سليم، انت ما اديتلوش فلوسه ليه؟ وانت اوريدي ماضي مع ناس. انا فاهم وجهه نظرك، يعني انت النادي بيدور على حقه، ومفيش ما يمنع ومفيش ما يعيب، ولكن كمان على الناحيه الثانيه مفيش ما يمنع وما يعيب اللاعب ان هو يدور على الحق. بالظبط، عامل بقى شغلك الصح مع اللعيب بتاعك اللي جاب لك قبل كده 25 مليون، اللي انت عارف المفروض قيمته كويس، اللي دخل خزينه النادي اكتر مبلغ دخله من لعيب. ازاي بتعامله كده؟ بخبرتك الاجراءات تبقى عامله ازاي في الحاله دي؟ هيخطر نادي الزمالك مش كده؟ طبعا هيخسر نادي الزمالك من اتحاد الكوره، يخطر تاني يوم طبعا. احنا عموما بلغناه دلوقتي من خلال مراسلنا في الزمالك. لا، نادي الزمالك عارف كويس قوي، نادي الزمالك عارف كويس قوي ان في شكوى هتتقدم كانت يوم الاثنين، وقال اصبر لغايه يوم الثلاث، واستقبلنا لغايه يوم الثلاث. داخل اتحاد الكوره النهارده الساعه 4 الا ربع، وما كانش في اي اتصال ما بين نادي الزمالك وعمرو زكي لغايه الساعه 4 الا ربع. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه اللي يعني مفترض يحصل ايه في الحدث يعني؟ لا، الاوراق كلها عند اتحاد الكوره بقى خلاص، يعني انا ما فيش اي حاجه اقدر اعملها، انا بعمل دوري ان انا بحافظ على يعني بخبرتك الموضوع ده ممكن يبقى ايه مثلا؟ يعني لو ما انتهاش بان الزمالك دفع جزء من المستحقات على الاقل، فبالتالي لازم تتسحب الشكوى. على فكره احنا واصلين لمرحله ان الزمالك مش هيدفع جزء من المستحقات، الزمالك هيدفع كل المستحقات. طب استاذ نادر، خليني اسالك سؤال هيبقى بايخ شويه. لا اتفضل. لا نادر شوقي اساله اي اسئله من اي نوع، ده راجل ليبرالي. لا اتفضل. انت علماني. يعني خليني اقول انت يعني اللي بتجري في قصه الشكوى دي ليك نسبه من الفلوس؟ لا طبعا. لا طبعا. انت هتقر على الراجل في فلوس مستحقات قديمه متاخره. ما هو انت جاي قر في حاجه جديده؟ انا مش بقر. لما يبيع حد ولا يودي حد وهو ما بيوديش مش بقر. انا عايز، ما هو قركم ده اللي جايب الراجل ده ورا. لا خالص والله. انت عارف ان انا بس حابب اوضح دي ليه، لانه هيتقال كده اصل نادر شوقي هو اللي بيجري علشان فلوسه ومقوي قلبه. هقول لحضرتك حاجه كويسه وحاجه بتسال فيها ورايا. حسام غالي لما وقفت معاه في قصه الماتشات ما خدش من حسام غالي ولا مليم. عماد متعب كان عنده راح ورجع وخلص لهم. بس انت غلطان بعد اللي شفناه امبارح انك انت وقفت مع الاثنين. لا دي قصه كبيره بالعكس. لا اديهم وقت. انا اعتقد ان بالعكس يعني. لا انا كمان 5 سنين. لا يعني انا اعتقد ان المنتخب ده في شهرين كده هتلاقي حاجه ثانيه خالص. لا يعني انا بس حبيت اوضح النقطه دي لانها هتتقال وهتلاقيها النهارده بالليل في الفضائيات مرشوشه. لا مفيش حاجه اسمها كده. انا علاقتي بعمرو، احنا بنساعدك، بنحاول بس نفسد ما سيحدث معاك بالليل. انا بالعكس مع احترامي عمرو عارفني كويس، وعمرو يوم يرفع سماعه التليفون عليا يقول لي 1 2 3 بنفذ 1 2 3 لان العلاقه بيني وبين عمرو بقى لها 4 5 سنين. طيب سؤال يبدو وجيه بالنسبه لي. عمرو وانت طبعا راجل محترف، عمرو اكيد برضو راجل احترف، هيبقى برضو عشان نوضح ده للناس، دي قضيه هتقدروا يحصل فيها الفصل يا عمرو؟ هيعمل حاله الفصل بمعنى ان هو دي شكوى وبشتكي نادي الزمالك وبطالب بمستحقاتي، دي نقره، لكن اللعب والاداء ده نقره تانية؟ ولا انت حاسس ان عندنا في مصر الامور دي بتختلط ببعضها؟ انا عايز ادي لك مفاجاه صغيره، بس صغيره جدا. اديني مفاجاه صغيره. شكوته في اتحاد الكوره مش شكوى مستحقات. عمرو بيطالب بفسخ عقده مع نادي الزمالك. يعني علاقه عمرو زكي ده يا عم انا كل ما اجي اهدي الاوضاع الاقيك داخل جامد كده ليه؟ يبقى اذا هو داخل عشان يعني هيبقى خلاص في الفتره اللي جايه مفيش يعني شهر العسل انتهى يعني او سنه العسل انتهت خلاص. يعني الموضوع بص، الموضوع عدى بكل حاجه في الدنيا يعني. واقول لك لو هم في سيوله مثلا. السؤال بقى الملح بقى والاكثر وجاهه، شكل حماسك ده قوي وانت داخل كده بقلب جامد، شكلك وثيق من الفوز، وشكلك جايب للراجل عقد او عنده بديل على الاقل. عمرو زكي اكيد عمرو زكي. ما انت كل مره بتقول كده وما بتعملش حاجه يا نادر. نفسي افرح بيك قبل ما اموت يا نادر. هتوديه فين طيب؟ لا بص، واحده انا مش هوديه اي حته. بس اهم حاجه في الدنيا ان هو ياخد حقه دي، بس هي دي اهم حاجه. اذا بس خلينا نقول اذا الزمالك عرض انه يدفع كل المستحقات هنسحب الشكوى ولا مصرين على فسخ التعاقد؟ دي بقى ترجع لعمرو، ترجع للقعده بقى لو في النهارده. لا هو طبعا خلينا نكون واضحين ان هو عمر الزمالك ما هيدفع القيمه بالكامل. 1,900,000 دي عمرها ما هتدفع بالكامل. خلينا اقول لك انا من الاخر. السؤال يبقى الواقعي والمنطقي، لو اتدفع جزء من القيمه مع جدوله الباقي ووعود، هتسحب الشكوى ولا لا؟
بص انا اقول لحضرتك حاجه. انا مجدي كامل يا بيه، اتفضل. اتفضل يا استاذ مجدي. اما يكون في بروجرس او في تقدم في حاجه نبتدي نتكلم فيها. يعني في مجال للتفاوض في ده. لو احنا واقفين في مكاننا وبنصبر بقالنا سنه وشويه بنصبر، واللي حوالينا كلهم بياخدوا فلوس بعد عمرو، انا شايف ان ده تجاهل، وشايف ان ده حاجه اسمها استعباد، وده ما ينفعش. ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. استاذ نادر شوقي وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب عمرو زكي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معانا على جولafmradio.com، كده اتضح الموضوع واضح